الشجرة المثمرة يقذفها الناس بالحجارة، بس انت قذفني بسكاكين معجون يا عم الحاج. انا مش اسمي عليك، يعني انت واحد حدفني بسكاكين معجون بعتها لي بلفها في الهوا كده. لو كانت جت في لعيب كانت الدنيا اتقلبت، وازايز ميه وبهدله وشتيمه وسوء معامله وتحكيم وبلاوي سودا. ما هو انا واخويا على ابن عمي، وانا وابن عمي على الغريب. والنادي الاهلي بابا افريقيا عنده 12 بطوله، والزمالك عنده 5، فالموضوع كله داخل مصر. والمصريين في الكوره مكروهين بسبب ان احنا الاكثر حظا للبطولات الافريقيه في القاره كلها. كمنتخب، كاهلي، كزمالك، احنا اللي مستحوذين على الكوره. فاحنا عارفين ان لما الاهلي بيروح يلعب في حته او الزمالك بيروح يلعب في حته بيبقى فيه سوء معامله، بس مش درجه ان انت تحدثني بسكاكين المعجون والاتحاد الافريقي راح جاي عامل كده يقول لك هو فين؟ هو انا مش شايف. طب انت ما بتشوفش؟ حسس، انزل لا مؤاخذه كده وطي وحسس بالملعب هتلاقي سكينه المعجون. انما لما جماهير الفرقه الثانيه تيجي عندنا في مصر هنا وجمهور النادي الاهلي يعمل اللي بيعمله اي جمهور في الدنيا عشان في ناس طالعه بس ايه راكبه الموجه ويحدفوا ازايز، ده وضع طبيعي بيحصل في اي مباراه في الدنيا. اللعيبه كانت بتتضرب في اي حته. عندنا ابراهيم حسن كان بيشد البندقيه الآلي من واحد، حصلت في يوم من الايام. فلما تتكلم في ازايز ما ده وضع طبيعي. طلع انت تشجب وتندد ولجنه انضباط على خيبه ايه يا اخوي؟ على ايه؟ على اساس ايه؟ انت كنت فين انت والنادي الاهلي بيتبهدل هناك؟ كنت فين وفي سوء معامله؟ كنت فين وبتصفر على النشيد الوطني بتاعنا؟ انت كنت فين في حاجات كتير قوي؟ ما بلاش خلينا نتكلموا عشان الزملكاويه هيشتموني، عشان انا واحد من الناس عندي قناعه ان النادي الاهلي افريقيا منعاه ياخد 3 افريقيا ورا بعض. ما تسالنيش ازاي، لان هو يعني انا مش عايز اتكلم في التفاصيل دي. بس قسما بالله الاتحاد الافريقي ضد النادي الاهلي، والله العظيم 3 الاتحاد الافريقي ضد النادي الاهلي. واحنا عارفين وساكتين لان احنا كاسرين عينكم بالبطولات وبمستوانا الرياضي اللي اعلى منكم بكتير. احنا مصر اعلى منكم بكتير وكاسرين عينكم في حاجات كتير. فاحنا عارفين ايه الحته دي ومش عايزين يعني نجرحكم ونيجي على كرامتكم، لان الجرح دلوقتي الدنيا بايظه عندكم والله. يعني خدت بالك والمصنع وبتاع. فبلاش احنا والله العظيم بجد، عشان احنا كجماهير مصريه بناخد الموضوع غير الانديه. الاهلي والزمالك ليهم طريقه في التعامل والجماهير المصريه ليهم طريقه في التعامل. انت لو هتستضيفني وهتشيلني على راسك هناك انا هشيل جزمتك فوق دماغي لما تيجي هنا. فانت لما تعاملني معامله وحشه هناك انا هديك بالجزمه هنا. ما ده الوضع الطبيعي. فلما انتوا تحدفونا بسكاكين المعجون هناك، وبقول انتوا تحدفونا لان احنا كلنا واحد هنا، اهلي وزمالك كلنا شعب مصري. لما تحدفوا اخواتنا هناك بسكاكين المعجون منتظرين مننا نعمله معاكم ايه؟ ما وضع طبيعي ان احنا نحدفكم بازاز ميه. ده الامن كان بيفتش الناس تفتيش ذاتي وهي داخله، ما دخلوش الا بالازاز. احمدوا ربنا، احمدوا ربنا. ده احنا كان ممكن يعني انا يعني كانت هتبقى يا سلام عليكم، سلام عليكم. البضاعة المباعة ولا تسترد ولا تستبدل، واعلى ما بخيل اللي جابك اركبه. وروح هات لي التخين في عيلتك. اقول لك على حاجه، روح الاسم اعمل لي محضر. وفي ناس تانية تقول لك البضاعه المباعه تسترد، يعني انت رجعها وخد فلوسك، ما توجعش دماغنا يا عم وما تقرفناش. وفي محل تالت يقول لك البضاعه المباعه تستبدل، يعني انت لو خدت تيشيرت من عندي ترجعه وتاخد تيشيرت تاني. نادي الزمالك اخترع قانون جديد بعيدا عن القوانين دي كلها. اركن ده شكرا سبحان الله، نقوله في حته تانية. عملنا بقى حاجه جديده مع عبد الحميد معالي. احنا عملنا حاجه جديده دلوقتي. التاريخ، كتاب التاريخ لو ليه مناخير كان ادانا رد فعل، كان طير النادي، كان مسحنا من على وش البسيطه. النادي بالجمهور ب 100 عقبه كله كان ودانا كلنا كده شكرا سبحان الله ورا مصنع الكراسي. احنا جبنا عبد الحميد معالي ده من حسنات اخادير. اللاعب جه هندفع ثمنه للنادي بتاعه وهنديله مرتبه وماضينا عقد والدنيا زي الفل شكرا سبحان الله. اللعيب هيلعب دلوقتي. عبد الحميد معالي راجع تاني حسنات اخادير، هياخد مرتبه بعد ما فسخ العقد، ونادي حسنات اخادير هياخد ثمن اللعيب. يعني البضاعه المباعه هترجع تاني وهتدفع ثمنها وهتدفع الفلوس للمحل عافيه. انا هو كده اعلى من خلقك. انت بقى عندك غباء رياضي، انت حمار ما بتفهمش، انت دماغك بايظه. دي حاجه بتاعتك مش بتاعتنا. انا بعت لك لعيب واللعيب جه عندك في النادي خلاص. عبد الحميد معالي جه انت بقى ما عرفتش تتعامل معاه وما عرفتش تديله مرتبه وما عرفتش تظبط معاه الامور. دي مشكلتك. انا ماضي معاك عقد، هتدفع ولا نروحوا الفيفا؟ طبعا احنا هم هيروحوا الفيفا طبعا. يعني في ايقاف قيد مثلا كمان شهر كمان شهرين كمان 3، ايقاف قيد من نادي حسنات اخادير وايقاف قيد من عبد الحميد معالي. دي حاجه سهله. ده شيء مفروغ منه. انتوا عارفين بسم الله ما شاء الله الادارات عندنا. يعني اداره النادي الاهلي بتبني طوبه، يجي اداره النادي اللي بعد منه تحط الطوبه الثانيه، بيبنوا بيكملوا بعض. احنا يجي عندنا حد يبني طوبه تيجي الاداره الثانيه تروح ماسكه الطوبه هبدها له في دماغه وراح داخل محابط نفسه في دماغه وهما الاثنين اتعوروا.
واحنا اللي نخيطهم، نحاسب على احنا اللي هنستقبلهم، ده قسم الطوارئ، ما احنا الجمهور، احنا اللي بيحاسب. النادي الزمالك بيتغلب، احنا اللي بنتهزق في الشارع مش انتوا. انتوا كابتن احمد سليمان شال ايده في التلفزيون، قاعد في القنوات الرياضيه شال ايده، قال لهم انا ماليش دعوه. انا مالي يا عم؟ انا لو قعدت ولا اتكلمت ولا قلت عمل من بنها كويتي، عمل فيها بص الراجل ما يعرفش اي حاجه في اي حاجه. في نفس الوقت كابتن حسين لبيب ولا حس ولا خبر. تعرفش بقى السجاير التارجت خلصت ولا ايه، دماغه خرمانه ولا ما تعرفش الدنيا ماشيه ازاي معاه. المهم ان هو حلق لنا. ما حدش في مجلس اداره نادي الزمالك عارف هو بيعمل ايه. حتى يا راجل بنتايج اللعيب اللي حلتنا ده يعني يعتبر احسن لعيب دلوقتي، فسخ عقده وقال لهم انا ممكن العب في الزمالك بس بعقد جديد براتب جديد، وعايز بقى مرتبي اللي فات بتاع العقد القديم عايزه كله توتو على كبوته. طبعا احنا عارفين هياخد الفلوس منين؟ من الفيفا. انا هو هياخد فلوسه منين؟ هو احنا لاقيين ناكل في النادي؟ احنا لاقيين نجيب اي حاجه؟ والنادي الاهلي راح يجيب صفقات وراح يجيب لعيبه والدنيا ماشيه معاه زي الفل عادي، واحنا شكرا سبحان الله. الله يبارك لك يا كابتن حسين لبيب، انت واحمد سليمان ومجلس اداره نادي الزمالك، والله العظيم انتوا رجاله كده كده. انتوا تتحاكموا بتهمه الغباء الرياضي. غباء رياضي ايه ده؟ انتوا شكرا سبحان الله. ده انا لو مسكت النادي لاصغر واحد من جمهور نادي الزمالك كان عمل احسن من كده. انتوا جبتوا لعيبه وصرفت فلوس اصلا مش بتاعتكم واخدينها استثمارات. دلوقتي المستثمرين عايزين فلوسهم واللعيبه عايزين فلوسهم واحنا عايزين نشوف الزمالك. هات لنا حد يرضينا احنا الثلاثه بقى، يعني هات لنا حد كده يحل لنا المشكله. هات لنا حد يرجع الفلوس للمستثمرين وبعد كده يروح يدي فلوس للعيبه وبعد كده يروح يجيب لنا لعيبه تاني. هات لنا بقى فانوس سحري مش تدعكوا، ده انت تقلوظوا. يعني جيب فانوس سحري الوظه، يطلع لك عفريت جني يطلع لك من البتاع يقول لك ايه جديد يا زمالك، هتقول له حل لي المشكله، الجن ذات نفسه هيلبسك انت. هيقول لك انت جايب ساحر ايه يا عم الحاج ده؟ هو في حد بيعمل كده في الدنيا؟ انتوا بعتوا الدنيا، ده انتوا بعتوا الدنيا وصرفتوا حقها على النعمه. ده انتوا لو شاربين ايه في ده بص، انت لو شارب منوع براطيش برطوشه 2 3، لو شارب باكيتة براطيش والله العظيم ما تعمل كده، ما تعملش كده. بس هو احنا غلطانين. احنا غلطانين كجمهور نادي الزمالك. اي حد يطلع يقول لنا حل مشاكل النادي نسقف له، اي حد يطلع يقول لنا خلي لك الزمالك نسقف له. كابتن خالد الغندور طلع قال لك الزمالك في 2026 هيبقى اغنى نادي في مصر في افريقيا، يبقى في استقرار. وانا شايف الاستقرار، انا شايف الاستقرار وشايف الغنى وشايف اللعيبه، انا شايف كل حاجه. الكلام مش بفلوس. كابتن احمد حسام ميدو برضه نفس الموضوع، قال لك انا عندي شيكات مفتوحه ما تعرفش تخيطها ولا ايه اللي حصل. انت ما بتبقاش فاهم انت ايه اللي اي حد يطلع ياكل بعقلنا حلاوه، واحنا الدنيا احنا عربيه بطاطا بيسرحوا بينا. الراجل ده انا شخصيا عربيه ترمس بيسرحوا بيا في السوق. يعني انا عايز اقول لك انا اتخدعت زي بقيه الجمهور في البدايه، وقال لك احنا جايين نمسك النادي والامجاد هترجع. قفلوا العاب الصالات خالص اصلا، وكره القدم في النادي هيبيعوا اللعيبه اللي هي اصلا هربت. يعني اللعيبه اللي خلعت دي هيبيعوها، وبعد ما هيبيعوها هياخدوا الفلوس يدوها للعيبه. يعني اللي هو ايه لا ما هو يعني هو احنا اي حد في الدنيا؟ هو احنا اي حاجه؟ الله يكون في عون جمهور نادي الزمالك والله العظيم. ده جمهور النادي الاهلي يا عيني صعبان. عارف يعني ايه مواطن اهلاوي جاحد انت تصعب عليه؟ انت متخيل ان انت صعبان على جمهور النادي الاهلي؟ هو في كده في الدنيا؟ انت عمرك شفت جمهور النادي الاهلي بيصعب عليه حد؟ بيفرق معاه حد؟ يا راجل ده مجلس ادارته ما بيصعبش عليه، لعيبه نادي ما بيصعبش عليه بالسلامه اي حد. محمد مجدي قفشه ماشي النهارده، ماشي محمد مجدي قفشه القضيه ممكن. محمد مجدي ده لو عندنا وجاب الجون ده في الاهلي وخدنا منه بطوله افريقيا يا نهار ازرق، ده احنا كنا مسكناه رئيس النادي الى يوم يبعثون. انت هتفضل قاعد. ماشي محمد مجدي قفشه، ما حدش قال انت رايح فين ولا جاي منين ولا حد زعل، وسببه قالوا اي حد بيجي النادي الاهلي بيمشي. يابا امشي، الاهلي موجود. احنا عندنا الزمالك ذات نفسه مش موجود، الاداره موجوده واللي جام بسم الله الله يبارك لكم. كل من ساهم في دمار نادي الزمالك انت الله ينور عليك والله. الله خربتوها ويا ريتكم قعدتوا على تلها. ده انتوا خربتوها وخلعتوا اختفيتوا وسايبيننا احنا نحاسب على المشاريب في الشارع. ما هو انت فكره ان انت زملكاوي ما تعرفش تغيرها. اتهزق بقى، اتهزق بقى، اتروق بقى. اي حد يلمعك في اي حته يروقك بقى. انت مش زملكاوي هيكلمك بلغه الارقام، هيقول لك 12 افريقيا وانت 5 يا ابو 5. ده هو عنده ده فرق ما بين ده في تباعد بقى 7 سنين، السادسه مش عارفين ناخدها بقى حاجه 20 سنه. هيقول لك انا عندي 45 دوري يا مش عارف يا ابو. قابل وقعد بقى. انت اللي كنت جاي تقرب التباعد بيننا وبين الاهلي؟ انت كنت جاي تحل مشاكلنا؟ انت كنت جاي التم ولا اعمل ايه؟ عيب لما راجل محترم زي كده، عيب والله العظيم يلطم على وشه بسببكم. والله عيب، حرام والله.